تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية لفت عظمة بجد. اللفت البيتي يعني ده موسم بتاعه، محدش يفوت ان هو يجيب لفت كده ونخلله. بجد احلى مخلل ممكن تدوقيه في حياتك، وملحه مظبوط وطعمه خطير. وتعالي اقولك لو عايزة اللون ده تعمليه ازاي، ولو عايزة اللون الفاتح ده نعمله ازاي. انا هنا هجيب كمية كده من اللفت دول، حوالي 6 كيلو. انت بقى عايزة اكتر اقل براحتك. خلاص، هجيبه كده وهنقعه حلو جدا لانه بيبقى مليان طينة. لازم ننقعه حلو قوي كده حوالي ساعة. وبعدين همسك واحدة واحدة ادعكها حلوة قوي بقى بفرشة الخضار، بسبونشة جديدة اللي يعجبك بقى. شوفي بتنضفي الخضار بايه واعمليه، بس لازم معانا يبقى زي القشطة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، هقطعه بقى قطع متوسطة. انا مش عايزاه ولا رفيع ولا تخين، عشان لغاية اخر واحدة. يعني بصوا، يبقى الحجم ده مناسب جدا لغاية اخر واحدة، يفضل معانا طعمه حلو ومقرمش ما يتراش مننا. ولو تخينة ياخد وقت بقى عقبال ما يستوي. خلاص، هو القطعة دي مناسبة قوي. وهنا بقى في تركاية مهمة قوي، لما تيجي تنقي اللفت لازم تنقي اللفتية تكون تقيلة. الخفيفة دي ما بتبقاش حلوة خالص من جوه، فخدي بالك نقي اللفتية التقيلة بتبقى حلوة قوي. واي حاجة بقى مش مستحبة كده زي ما انت شايفاها، قشريها بالسكينة عادي جدا. يعني تلاقي بقى فيها نقر كده حاجات، لا شيليها. عشان تاخدي لفت 10/10 كده. لازم تعملي الحاجات دي مهمة جدا. خلاص، قطعت بقى كل الكمية كده وحطيتها في مصفى. قولي مثلا دول 4 كيلو، وفي المصفى الصغيرة 2 كيلو. ال4 كيلو هحط عليهم 4 معالق من الملح صغيرين. خلاص، وهقلب كل اللفت في الملح. لازم اللفت كده كل لفتية يطولها الملح، علشان هتجيب مية. هوريكم كمان ساعتين 3 كده جابت مية قد ايه. هقلبه حلو قوي بقى في الملح كده. انا هعمل الاتنين بنفس الطريقة. دول مثلا قولي 2 كيلو، هحط عليهم معلقتين من الملح وهقلبها وهسيبها بقى تحت حاجة كده غويطة، لانها بتجيب مية. هوريكم بقى اما تجيب المية دي، والمية دي فايدتها ايه. بصوا بوريكم مفيش ولا نقطة مية في الطبق. خلاص، هنركنها ساعتين 3 بقى كده، وهوريكم بقى جابت مية قد ايه. انا هنا هجيب 2 كيلو 2 لتر من المية المغلية. خلاص، هحط على ال2 لتر كام معلقة ملح، 5 معالق صغيرين من الملح، بس المعلقة تكون مليانة هرمية كده. 5 معالق من الملح على 2 لتر من المية، عليهم 4 معالق سكر. معلقة السكر صغيرة، ما بتبقاش هرمية زي الملح، بس محدش يتخطاها، لان هي اللي يعني يعتبر مادة حافظة، وبتخلي اللفت معانا يقرمش ما بيطراش خالص. هندوب بقى كل الكلام ده حلو قوي كده، ونسيب المية دي تبرد تماما. هنا كان فات 3 ساعات كده. بصوا بقى جاب مية ازاي. المية دي بقى بتعمل بتخلي بقى اللفت مش مستحب كده، في ريحة مش مستحبة، وممكن تديله سنة مرارة. فلازم ننقعه الأول كده 3 4 ساعات، ولغاية اما يجيب ميته تماما. خلاص، جاب كده المية كلها. اديته شطفة، محدش يتخطى الحتة دي. اديته شطفة كده من الملح اللي كان فيه. وبعدين هنخلله. انا هنا جبت بنجراية كده وبشرتها حلو، وهحط في البرطمان من تحت. حطيت معلقتين كده كبار من البنجر. وبعدين هنزل بكمية اللفت كده واضغط علشان ياخد الكمية معايا كلها. هضغط كده على البطرمان حلو قوي لغاية اما احس خلاص كده ان هو نزل لتحت. هروح مزودة الكمية، وهحط برضو معلقتين 3 كده من البنجر. يبقى حطيت بنجر من تحت وبنجر من فوق. طب انتي عايزة لونه اغمق شوية، يبقى كنت حطي في النص تاني. بس انا هزود في البرطمانات الصغيرة. حطيت كده بنجر من تحت ومن فوق ومليته حلو قوي وضغطت عليه. هنزل بقى المية المغلية اللي بردت. لازم المية تبرد معانا تماما. يعني انا سبتها هنا 3 4 ساعات كده لغاية اما بردت تماما، بس لازم تكون مية مغلية عشان ما يحصلش معانا عفونة او حاجة. خلاص، هملة بقى كل البرطمان كده من المية لغاية اما يغطيه. محدش يحط خل على اللفت يا جماعة، اديني قلت اهو. هو ملح وسكر فقط لا غير. وجربي وهتدعيلي بجد على البرطمان اللفت ده حلو جدا. اهو بصوا، خلاص كده خد كل الكمية والمية مناسبة. خلاص هسيبه بقى
وهجيب بقى برطمانات صغيرة. طب انتي مش عندك الكبير ده، يبقى هاتي بقى اي برطمانات صغيرة كده زي ما انتي شايفة وحطي فيها. انا هنا بقى مزودة البنجر فهيطلع لونه غامق شوية. هنجيب بقى كيس كده بلاستيك وهنحط كده الاول وبعدين نقفل عشان يمنع اي هوا يخش. الهوا ده ممكن يعمل عفونة، يعني بيعمل بكتيريا وبعدين يعمل عفونة. فعشان نتخطى الحتة دي هنحط كيس بلاستيك كده زي ما انتم شايفين، ونسيبه بقى 4 5 ايام كده. تاكلي احلى لفت بجد، طعمه خطير وملحه مظبوط على الشعر. بصوا بقى هنا الغامق ده اللي هو كان في البرطمان الصغير عشان انا مزودة البنجر، انما الفاتح ده اللي هو كان في البرطمان الكبير عشان انا حطيت ايه بنجر قليل. شوفي بقى اللون المناسب ليكي واعمليه.